والله يا خالد يا اخويا، انا بمر بظروف صعبه قوي وفيها خربان بيتي وعيالي هيتشردوا. خير، ايه اللي حصل لكل ده؟ انا استلفت فلوس من احمد الطماوي وكانت الامور ماشيه كويس والحمد لله، والمشروع كان بيكسب. بس لما مراتي تعبت وعملت كذا عمليه فمعرفتش اسدد الفلوس اللي عليا، فاحمد الطماوي رفع عليا قضيه وكسبها، ويا السداد يا الحبس. طب انا اقدر اساعدك بايه يا اخويا؟ انا عايزك تقف مع اخوك يا خالد، انا محتاج فلوس. والله يا اخويا كان على عيني، بس انت عارف الفترة اللي فاتت دي مصاريف كبيرة عليا، ومصاريف الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة انت عارف اكيد اللي هي بتصرف كتير، فالضغط عليا جامد اوي. انا لو في ايدي حاجة كنت ساعدتك، بس للأسف. الله يعينك، انا ليا رب اسمه الكريم. ربنا يوفقك. عارف انا كله عايز يكمش ويطمع فيك يا خالد. افتح لهم البنك المركزي، كل واحد محتاج فلوس يجي يقول لك يا خالد يا خالد يا خالد، وربنا يصلح حالك. كويس ان انا لقيتك قبل ما تمشي. خير يا اخويا؟ انا محتاجك قوي، انا محتاج فلوس لان انا استلفت فلوس من احمد الطماوي، واحمد الطماوي رفع عليا قضيه. واما ادفع او اتسجن. منين يا اخويا؟ ما انت عارف ان انا شاري حته ارض ومستلف فلوس من نسايبي. الله يساعدك. ماليش غيرك يا صاحبي، انت اخر امل ليا في الدنيا، انقذني، انا محتاج لك. خير يا صاحبي؟ انا استلفت فلوس من احمد الطماوي والعمليه كانت ماشيه كويس، اكسبها ويا السداد يا الحبس. لا حول ولا قوة إلا بالله، والله الحال واقف، وأنا جبت 20 عربية موديل السنة دي مفيش أي حاجة فيهم طلعت، والدنيا بايظة عليا خالص، فالدنيا واقفة على الكل بصراحة. الله يعينك يا صاحبي، وانا ليا رب اسمه الكريم. أنا مستنى أشوف القهوة بتاعتك طيب. كفايه اللي انا شاربه. يا دنيا قاسية وظلماني، لا أخ ولا صاحب جاني. يا دنيا قاسية وظلماني، لا أخ ولا صاحب جاني. كل اللي حلفوا بزماني سابوني لوحدي أنا بعاني. كنت فاكرهم أحبابي وعشمي فيهم كان عالي، طولي في لحظة بدون تفكير كان سهل عليهم غيابي. ياما شلت الحمل كتير وحدي، والدنيا ولا مرة في صفي. كل ما اقول بكرة يكون احلى يطلع بكرة كمان فقري. يا الف خسارة وخسارة على اللي كان طيب فيكي، على اللي كان طيب فيكي. اما شوف دي كمان راحت فين. انت فين والولاد فين؟ مشيت غرفة 60 داهية. مشيتي مش ليه؟ هرجع الا لما تشوف حل في المصايف والقرف اللي انت وقعتنا فيها دي. انا مفيش حاجه ممكن اعملها وما عملتهاش، انا عملت كل حاجه. تعملش حاجة، انساني وانسى ان ليك عيال لغاية ما تخلصنا من مشاكلك. هي جت عليك انت. انا مش عارفة داري وشي من الناس يا شيخ غور، ولا اقولك روح موت. هروح. روح موت. انا طالع لايف دلوقتي علشان اقول لكم بس ان الدنيا بقت وحشه قوي، وبقينا بناكل في بعض، ولا اخ نافع ولا صاحب نافع ولا زوجه نافعه. زوجتي اللي انا
استلفت عليها الفلوس واتدينت عليها وكنت هتحابس بسببها، تقول له روح موت. انا هموت عشان كلكم ترتاحوا، ويا ريت ده يريحكم. هروح لربنا، لان ربنا هو ارحم بينا، واكيد يعني هيكون احن عليا من اخواتي واصحابي ومن زوجتي، واحن عليا من الناس كلها. سامحوني. اخويا يا ريتني كنت سعيد. يا ابن آدم، من جبروتك جايين دلوقتي تقولوا يا ريت. ليه قفلت في وشه البيبان؟ ده لو فتحته باب ربك كان هيفتح لك يا أخي 1000 باب. كان ممكن كلمة واحدة تنقذ إنسان، وجاي دلوقتي تقول يا ريت اللي جرى مكان. وجبر الخواطر ده كبير عند الله. افتح بيبانك للي جاي، افتح للقريب والغريب، للعدو والحبيب. ممكن تكون انقاذ انسان من الهلاك. ومش هلوم عليكم انتوا بس، هو كمان اتلام. فكر في الموت ومفكرش ان فيه رب الحياة. الشيطان سيطر وخد منه المراد، ونسى ان رب الكرب والضيق هو رب الفرج والسرور. ليه يا انسان تموت بدون عنوان، وتموت ورب الناس عليك غضبان؟ يا ريت نخلي قلوبنا بالدين عمرانة، وان بيبان ربنا مفتوحة، والانتحار عمره ما كان حل.